السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تظهر لكم القناة بتاعتي، انا اسمي مريم، بقدم اكلات سهلة بوصفات بسيطة جدا. النهاردة هنعمل معاكم حاجة كلنا بنشتريها من الماركت لأطفالنا لنفسنا. هنعمل جيلي كولا. هنعمله بطريقة سهلة جدا بمكونين بس. اي حد بعد الفيديو ده ممكن يقوم يعمله بكل بساطة. يلا نبدأ. معايا ربع كوباية من الكوكا كولا او البيبسي، بضيف عليها معلقتين كبار من الجيلاتين وهقلبهم كويس. طبعا احنا ممكن نعملها بكولا، بيبسي، فانتا، اي طعم انتوا تحبوه اعملوا بيه. احنا هنعمل بطعمين، هعمل بطعم الكولا وهعمل بطعم البرتقال دلوقتي. انا كده دوبتها معايا. بجيب كسرولة على النار واحط فيها نص كوباية من الكولا، بستناها تسخن يعني. هي مش بتغلي، هي بتوصل لمرحلة الغليان بس لسه مش بتغلي. وبضيف ليها الجيلاتين، هقلبهم كويس. انا بشيل الوش الريم اللي في الوش دي. بس انا عايزاها تغلي بالشكل ده واقفل عليها. بصب الخليط بتاعي في اي كوباية ليها بق من قدام كده ضيق. لو مش عندي كوباية زي كده ممكن بقطارة او سرنجة، وبصبها في قوالب الجيلي كولا او قوالب الشوكولاتة. لو انا مش عندي ده ولا ده بستخدم كيس، بحطها في كيس واسيبها في التلاجة ساعة، وبعد كده بقطعها بالشكل اللي انا عايزاه. بتبقى بالشكل ده، بسيبها في التلاجة ساعة. انا بعمل جيلي كولا تاني بطعم البرتقال، بعمل نفس الخطوات اللي عملتها قبل كده. هنصبها برضو في القالب. وده كان شكلها النهائي. طعمها حلو جدا، احلى من بره واوفر وانضف بكتير قوي، من غير مواد حافظة. هتعجب اطفالنا جدا. ياريت لو عجبكم الفيديو تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.